السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا دلوقتي في اجازه نص السنه، فاكيد في ناس مأجزه طبعا وممكن في ناس برده مش مأجزه، ففي تلك الحالتين انت لازم تسمع الفيديو ده لانه فيديو مهم جدا جدا وفيه كده غلطات اوعى تعملها. فلو انت مأجز دلوقتي ومش عايز اي حاجه لها علاقه بثانويه عامه فاحفظ الفيديو عندك بس اوعى ما تشوفوش. ان شاء الله زي ما انتم كده شايفين في العنوان هنتكلم النهارده عن كذا غلطه كده اوعى تعملهم ارجوك. ولكن قبل ما نبدا انت تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واهم حاجه صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا. انا عارف ان انت الفتره اللي فاتت ممكن تكون قصرت بشكل كبير جدا جدا في دراستك وضيعت مجهود ووقت كتير جدا، ودلوقتي انت ندمان عليه وبتقول يا ريت الوقت ده يرجع علشان اعدل اللي انا عملته. فلو انت حاسس بالندم دلوقتي فاحمد ربنا لان انت حاسس بالندم دلوقتي، لان والله مليون شعور من الندم ده دلوقتي في الفتره دي اريح مليون مره من ان انت تندم بعد النتيجه وتقول يا ريتني ما ضيعت وقت ولا ضيعت مجهود في حاجات مالهاش لازمه. فاللي انا عايز اقول لك ان والله اي غلط انت عملته الفتره اللي فاتت لسه في وقت تصلحه ووقت كبير كمان. فاول حاجه اهدى كده ولسه معانا وقت والله العظيم، يعني الدنيا ما طارتش ولا الوقت بتاع ثانويه عامه خلص، لا خالص والله انت لسه معاك وقت كبير جدا. فايوه هو فات وقت كبير وبرده لسه وقت كبير، فانت معاك وقتك ومعاك وقت ان انت تصلح كل اللي فات وتبدا صفحه جديده. بس طبعا يكون عندك الرغبه والدافع لده، دافع ان انت تفرح اهلك بعد النتيجه وان انت تكون راضي عن كل المجهود اللي انت عملته والصعوبات اللي انت عديتها والوقت الصعب جدا اللي انت بتعيشه. خلي دايما هو ده الدافع ليك ان انت تكمل، وطبعا الفرحه اللي هتعوضك وتنسيك عن كل اللي فات ده. ودايما تكون فاكر ان فرحه النتيجه تستاهل والله. فاول غلطه اوعى تعملها ارجوك هو ان انت تفكر ان ما عادش وقت وان الوقت اللي فاضل قليل جدا ومش هتعرف تعمل فيه اي حاجه. لا خالص، لسه في وقت زي ما قلت لك. والله هو مش كلام خلاص، لا فعلا بجد والله بكلمك بجد، لسه في وقت مش كلام وخلاص، لا فعلا في وقت تلم المتراكم عليك وتلم اللي فات، ووقت كمان ان انت تراجع فيه. الحاجه اللي بعد كده هو شعور جالي في الفتره دي من ثانويه عامه لما كنت مكانك كده، هو يا ترى هل بعد كل المجهود ده اللي بنعمله واللي اتعمل هل ربنا هيحقق لي حلمي واخش الكليه اللي انا نفسي فيها ولا لا؟ ودايما كنت بقول لنفسي انا هعمل كل اللي عليا وهجيب اخري والباقي كله بقى سواء توفيق من ربنا سواء نتيجه، كل ده انا مش هفكر فيه ولا هشغل دماغي باي حاجه من دي. كل اللي هشغل دماغي بيه هو ان انا اعمل كل اللي عليا. ودايما كنت بقول لنفسي ان انا هعمل كل اللي عليا وهجيب اخري ومش هفكر في اي حاجه من دي. توفيق ربنا او النتيجه اللي احنا بنعمله دلوقتي مش شغلتنا خالص، كل اللي علينا هو السعي فقط لا غير. وحرفيا والله كل ما يجي لي التفكير اللي انا قلت لكم عليه ده كنت بقول لنفسي كده بعدي الشعور ده واشوف بقى عليا ايه، لكن مش هقعد بقى اشغل دماغي واضيع وقتي في ان انا اقعد افكر. لا، ما تفكرش في حاجه زي كده، او كل ما يجي لك التفكير ده افتكر الكلام ده وصدقني هتتخطى السؤال ده او تتخطى الشعور ده وتكمل بقيه مسيرتك كمان. الكلمتين دول يعني لما اقولهم في نفسي كده ده كان بيديني دفعه قويه جدا. ومش بس كده والله، لان كمان طريقه تفكيرك ونظرتك للفتره الجايه او للمجهود اللي انت هتعمله في الفتره الجايه هتتغير 180 درجه، لان بجد والله مفعولهم سحر جدا. فدايما خلي الكلام ده في دماغك. الفتره اللي جايه تلاقي ليك زمايل بيقولوا ان هم هيخلصوا المنهج وهيبداوا مراجعه وخلاص هيفنشوا كل حاجه وهيبداوا المراجعه. فانا عايز اقول لك من قبل ما يقولوا ما تتفاجئش، لان ده طبيعي وبيحصل كل سنه حرفيا، فمفيش اي داعي للمفاجاه. لان انا عارف ان في ناس كتير جدا جدا بيتاثروا بزمايلهم ويقولوا طب انا لسه متاخر طيب، ولا انا لسه ما خلصتش ولسه قدامي شويه حلوين ومش هخلص دلوقتي، انا فين دلوقتي ولا انا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ لا خالص والله العظيم انت ماشي صح حرفيا، طالما انت شغال ومش نايم فانت ماشي صح. فكل اللي انا عايز اقوله لك ان انت لما تسمع كده ما تحطش في دماغك اي حاجه من دي وتقول انا متاخر وتبوظ كل اللي انت بتعمله وتشغل تفكيرك بحاجات مالهاش اي لازمه خالص. هو ايوه طبعا انت ما تكونش مثلا تخلص قبل الامتحان ب 10 ايام او تخلص قبل الامتحان بنص شهر، لا طبعا مش بقول كده. كل اللي انا عايز اقوله ان الوقت ده مش وقت تخليص المنهج وتفنيش المنهج وكده، لا لسه في وقت مثلا كده. يعني انتوا امتحاناتكم مثلا في 10/6، فقول مثلا هتخلص قبلها بشهر ونص او شهرين كان يكون كويس جدا جدا، وقت كافي جدا جدا للمراجعه. شهرين كويسين جدا، لكن اللي انت تخلص شهر 2 ولسه الامتحان في 10/6 فاعتقد يعني من وجهه نظري ان دي مش حاجه كويسه. فما تقوليش ان انت ماشي غلط، طالما انت بتذاكر اللي عليك وبتحل والحاجه اللي معاك دلوقتي انت بتذاكرها كويس وبتتقنها كويس يبقى انت ماشي صح، مش ماشي غلط خالص. فتالت غلطه اوعى تعملها هو ان انت تتاثر بزمايلك اللي هيخلصوا المنهج الفتره الجايه، يعني تسمع من هنا وتطلع من هنا حرفيا. ما تشغلش دماغك باي حاجه من دي، اشغل دماغك باللي في ايدك دلوقتي. لان زي ما احنا قلنا في فيديوهات قبل كده طالما انت بتتقن الحاجه اللي قدامك دلوقتي ده هيسهل وهيوفر معاك وقت كبير جدا جدا لما تيجي ترجع لها في المراجعه. ولازم تكون عارف ان محاولتك في اتقان الحاجه دلوقتي
هتسهل عليك وتوفر عليك وقت كبير جدا جدا بان انت تحل اكتر في المراجعه، مش تقعد تعيد الشرح. ايوه ممكن تعيد الشرح مره او اتنين وهتحل اكتر، لكن مثلا لو انت الحاجه دي ما اتقنتهاش كويس او حرفيا انت يعني تعرف عنها بس كلام كده ما يذكرش، فانت هتضطر في المراجعه ان انت تذاكر الحاجه دي من الاول، ولسه هتحل ولسه وراك حل كتير. انت هتتقن الحاجه دلوقتي احسن، وايوه طبعا هتنسى الحاجه دي، لكن استذكارك للحاجه دي هيبقى بسهوله جدا جدا وهيسهل معاك ويوفر معاك وقت كبير جدا جدا. ده لو انت تسمعني، انا متفق معاك قبل كده في فيديوهات وقلت لك نفس الكلام ده. اتمنى ان انت تكون بتطبقه وماشي بيه. وبس كده، ده كان فيديو قصير كده شويه علشان طبعا الاجازه يعني وكده. اتمنى يعني الحاجات اللي انا قلتها اوعى تعملها، اوعى تعمل الغلطات دي ارجوك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تستفادوا من اي حاجه قلتها. طبعا لو عندك اي مشكله اكتبها لي تحت في الكومنتات وان شاء الله نعمل عنها فيديو. وبس كده، اشوف فيديو جديد. سلام.